التعليم الصناعي كويس جدا ومعداته كويسه جدا. هي المشكله في التخطيط في استخدام المعد. انا عندي معامل CNN في الميكانيكيه وفي 5 معامل في محافظه الغربيه. CNN دي بتعمل لك على برنامج اسمه برنامج اوتوكاد الصاموله اللي احنا بنشتغلها دي، وبتخش مخرطه انت بتعمل مقاساتها على برنامج وبتخش مخرطه بتصلحها في ثانيه واحده. هل المعمل ده لما بتيجي بقى انت هتستخدمه انت عارف ايه مشكلته؟ ان مفيش مدرس بيعرف ينزل برنامج الويندوز عليه، وعشان برنامج يوقف المعمل كله. مفيش صيانه. ليه؟ لان الوزاره لما نزلت المعمل ما اجبرتش الشركه ان هي تبقى عامله صيانه دايمه عليه. يبقى هنا ده سوء تخطيط وليس امكانيات. انا امكانياتي موجوده وبجهز بيها، لكن احنا للاسف سوء تخطيط وسوء محاسبه، وده كله لازم يتم من خلال مجلس نواب. ناس من وسطنا، ناس عارفينها، هي اللي تقدر توصل اصواتنا وتسائل المسؤول عن سوء تخطيطه. اما يكون عضو المحليات عارف ان الشارع الفلاني بيترصف، وعارف ان هو المجاري بتاعته بايظه، اسلاك التليفونات بايظه، طب انت بترصفه ليه؟ طب ما انت هتحفره بعد كده، انا هستفاد ايه؟ ما انت كده بتهدر لي مال عام. عشان عارف ان محدش هيسأله، وان قانون مجلس المحليات مش مدي سلطة لاعضاء المحليات، فبيعمل اللي هو عايزه. ما هي كلها كوسة، صح؟ لكن اما يكون بعد كده في مجلس النواب يقرر ان عضو مجلس المحليات عليه ان هو يسائل المحافظ نفسه والمقاول المسؤول عن المقاولة مثلا الشارع ده والصرف الشارع ده، ويسأله قانونيا وليه قدرة ان هو يشيل المحافظ، هيخاف يعمل الغلط. كل ده خطوة في 1000 ميل. اول خطوة لينا هو مجلس النواب. مجلس النواب ده مهم جدا يا جماعة. مجلس النواب ده احنا اللي هنختار اعضائه. بص حضرتك، هو كل يعني التعليم فيه مشاكل، الصحة فيها مشاكل، كل حاجة في البلد، الاستثمار فيه مشاكل، الاستيراد فيه مشاكل، كل فئات المجتمع عندها مشاكل. عشان نحل المشاكل ده لازم تمثيل جيد داخل البرلمان لجميع فئات المجتمع. لازم الناس كلها تبقى قاعدة على ترابيزة البرلمان بجميع فئاتها، بحيث ان انا عندي مشكلة بطرحها ولازم احلها. ما تبقاش فئة مسيطرة على البرلمان. الفئة المسيطرة على البرلمان زي ما حصل 2005 2010 كانت فئة المستثمرين ورجال الأعمال. فاحذروا من المال السياسي، لأن دي لو جت تاني تأكدوا إن مفيش حاجة جديدة هتحصل، وكله برضو باختيارنا. فأرجو حسن الاختيار في 3 مقاعد، أرجو 3 مقاعد تمثل فئات المجتمع. القطاع الخاص، انا عارفه ان القطاع الخاص برضه مش واخد حقه، بس حله هو سمير مدين وامين زياد هو حله في الاستثمارات الصغيره. اقول لحضرتك حاجه، المشروعات الصغيره. انا عارفه ان القطاع الخاص بيتحكم في العمال، حله بعض القوانين اللي تحجم القطاع الخاص وتلزمه على مساءلته على العمال اللي معاه او المساءله القانونيه ليهم. في قوانين اكيد بتحسم المواضيع دي وبتجيب لك حقك، فلازم من يمثلك برضو داخل البرلمان عشان يبقى يجيب لك حقك ويسن القوانين بما يسمح ان هي تحفظ لك كرامتك داخل القطاع الخاص. ما فيش شعب جديد على القطاع الخاص نفسه. تمام. هنا ما بياخدش حقه. انا قعدت 12 سنه في الحكومه وبعدين دلوقتي 5 سنين في القطاع الخاص، ممكن في اي لحظه في 3000 واحد مشي من الشركه دي في وسط منطقه صناعيه. عندك الغاز والنجيله، في حاجات كتيره، عندك حاجات كتيره متوقفه غير القطاع الخاص كمان. يعني القطاع الخاص الفتره اللي فاتت حصل له توقف في بعض الشركات وفي بعض المصانع، لكن عندك قطاعات تانية كتيره واقفه برضه تبع القطاع كله. فاحنا محتاج يا جماعه اصواتنا، وارجو ان الناس يبقى عندها امل ان اللي جاي باختيارنا هيكون احسن، ولازم نفكر كذا مره عشان اختيارنا هو اللي هيحدد مصيرنا زي ما بيقولوا. انا على فكره من العجيزي جنبكم.
ومش سيدة اعمال، وزوجي مش رجل اعمال، يعني ملناش مصلحة استثمارية يعني داخلين عشانها بصراحة كده. بس احنا فعلا حاسين ان احنا لازم نمثل، احنا لينا نشاط سياسي شوية، فاحنا حاسين ان احنا لازم نمثل الناس تتكلم بأصواتها، لازم نساعد. شايف طبعا انا اتكلمت عن برنامجي يا ابني انت الولد ده اتفضل. واتمنى يعني وانا مش بعيدة عنكم، أنا هنا في العزيز، يعني اي حد يحتاجني هيلاقيني جنبه. المقر بتاعي انا بصراحة لسه ما عملتوش، بس لو ربنا كرمني في مكان انا مجهزه. لكن لو رحت العزيز عند جامع عمر بن عبد العزيز سألته أستاذة مروة في 100 واحد هيوصلكم لبيت، وإن شاء الله يكون لنا مقر هنا، وإن شاء الله بإذن الله. وفرصة سعيدة